صباحكم ورد ان شاء الله. الوقت ان شاء الله نتحرك على مكان ان شاء الله يعجبكم، مزرعة خاصة بالحيوانات والطيور. في ناس بتحب تجيب الحاجة فريش، فنشوف المزرعة دي ونشوف ايه. انا صراحة ما رحتهاش قبل، دي اول مرة. عشان المشوار بعيد 40 دقيقة لازم اخلي بنزين، ما معيش الكارت، معي كاش. اخش الجاي ستيشن اضرب بنزين عشان يطيروا على المزرعة. هو في جاي ستيشنات كتير في الطريق، يعني من اجمل شيء في امريكا انك كل 3 كيلو 4 كيلو تلاقي بنزين على طول او جاي ستيشن. ركنا على دولار جنرال نجيبوا ميه كده وحياه عصاية توكل على الله. انا خلاص عامة قريب من المكان، يمكن حوالي 5 دقايق. طبعا احنا وصلنا المزرعة والراجل ما يقول للأسف يعني رايحين يسدوا المزرعة دي عشان ابوه توفى، فما يلموا يعني الغراض والحاجات بتاعتهم. فللأسف يعني ما لقيناش غير عنده شوية الخرفان دول انتوا شايفينهم. طبعا هم عندهم دجاج وحياة، بس قال احنا رايحين نسدوا المزرعة اصلا، احتمال ياخدوا فرع في مكان تاني، فما يلموا حاجاتهم. مع الأسف يعني دول اللي أنا لقيتهم، بس عادي مش مشكلة يعني. إن شاء الله ممكن لو حصلت مزرعة تاني جنبيها أو قريبة منها ممكن أروح أصور فيه. وبرضه هنا برضه في شوية تاني هم خرفان وكده. الله شكلها جميل والله، تفكرتنا بالبلد، شكلها حلو حلو يعني. ودي المزرعة كلها، بس هم ايه ما يعزلوا يعني ما ينقلوا في مكان تاني. ودي الأسعار بتاعتهم حاطينها هني، فسألنا احنا قلنا بالقطعة يعني، قال لا بالباوند توزن ويوزنوا لك الخروف مثلا أو الجوت زي كده وتشيله على طول. دي الأسعار بتاعتهم اللي موجودة هنا. برضو بيقول لك الشيب مثلا لو 80 يحسب لك الباوند على 4.5، تضربها طبعا تديك $360. واحنا ما نسالوه ما نقولوا له يعني هو مثلا ما يبقى جاهز ولا انتم ما تجهزوه ولا اللي ياخذوا يروح يذبحوا بره. قال لا يعني هم يذبحوا لك ويجهزوه لك كل حاجه، هم عليهم كل حاجه، ما تاخذ غير اللحمه بس انت. طب احنا حاولنا يعني صراحه، انا كنت جاي ومتخيل انه المزرعه تكون شيء كبير ونصوروا الدجاج والخرفان. هو المكان كبير بس الولد صراحه قال احنا حاليا اصلا مع نصفه في المزرعه، والده متوفي، بخت على اليمين الفجر يلقى العظمه في الكرشي. المهم يعني فكنت جاي متخيل ان انا هصور المكان كله والمزرعه كله، بس للاسف قال احنا مع نصفه حاليا وهننقله على مكان تاني، ويعني في اجراءات وكده يعني. بس الولد صراحه كان متعاون جدا معي يعني ومحترم، وقال لي انا ما عنديش مشكله في اي حاجه، وكل ما فيها يعني انا هحاول اشوف مكان تاني اقرب او افضل يعني واشوف هي الدنيا. طبعا انا كنت حاطط في مخيلتي للمزرعه دي تصور تاني، وكنت ناوي يعني اعمل حاجه اكبر من كده وفيها كميه معلومات رهيبه، لكن يلا قدر الله ما شاء فعل. بس اوعدكم ان انا هعوضها في حلقه تاني. فقلت استغل الفرصه، اتصلت بالزبائن بتوعي والحمد لله استجابوا، لاني يعني عرب مننا وعليني. قلت لهم انا يعني خلصت الحاجات اللي كانت عندي، فغيرت مواعيد اتفاقي معاهم من اخر النهار ان انا ارجع للبيت دلوقتي واغير هدومي واتوكل على الله عليهم واشوف الحياة اللي عنديهم. يعني ايه، قلت استغل الفرصة عشان اخلص بدري بدري، ودلوقتي انا في طريقي للبيت. فدلوقتي ان شاء الله انا متوجه باذن الله على شغلانتين كده، هشوفهم واتفق عليهم واشوف هي يعني محتاجين ايه وظروفهم ايه. عند ناس عرب يعني حبايبنا ان شاء الله، ربنا يوفقنا باذن الله. ويلا بيني. المكان اللي راح اعمل فيه الاستيميت اللي هو المقاسات، نشوفوا الحمام ونشوفوا ايه وضعه. وصلنا البيت وده الحمام اهو زي ما انتم شايفين، هيتشال البانيو دي كله وهيتعمل بكره شاور عادي. ومعانا هنا هيبقى النص دي هيتعمل حاجز هنا كده قزاز للشاور نفسه، وهنا هيتعمل كابينت،
فوق، وده هيتشال خالص، والكرسي ده لسه برضه مش عارفين مستقبله ايه. ففي كلوزت ورا لسه احنا ما خدناش القرار النهائي، هل هينقلوه ويزودوه ولا هيعملوا النص ده بس، لان هم برضو عشان التكلفه يعني، لان زي ما قلت لكم هنا الكونستراكشن غالي جدا يعني، ودول اخواتنا ومصريين فاحنا عايزين نساعدوهم يعني. فانا هديهم جميع الحلول والاقتراحات الصحيحه اللي تساعدهم وتوفر لهم برضو وما تغلبهمش، وان شاء الله بالتوفيق للجميع. خلصنا اول اتفاق مع الجماعي. طبعا احنا لسه يعني اغلب الناس هنا تديهم انت الاسعار او الاستيميت يعني سعر بتاعك ويشوفوا هم، بس صراحه الشغلانه دي فيها كذا حل وكذا حوار يعني، فلسه ما رسوش على اقتراح معين. وفي نفس الوقت برضو الناس من حقهم، لانه زي ما قلت لكم يا جماعه انا الكونستراكشن جدا مكلف او المعمار جدا مكلف، فبرضو ما يبصوا على التكلفه، فلسه مش عارفين يعني هترسي على ايه. وانا قلت لهم انتم مصريين ما يهمكمش، احنا مصريين مع بعض، او الواحد والله العظيم مع العرب كلهم يعني مش معي يقصر، سواء مصريين او اي جنسيه ثانيه. قلت لكم هو السبت والحد دول معروفين للحاجات اللي زي دي. عندي مصلحه ثانيه هنا برضه، كاستمر عنده حمامين برضه كده، اروح اشوفهم كده واشوف فيها دنيتهم، وان شاء الله ربنا يوفقنا ويقدموا لنا اللي بتعيش فيه. لسه مخلص مع الجماعي عندهم حمامين، طبعا انا ما رضيتش اصور صراحه الحمامات يعني ما فيش داعي، اتفقت معاهم ان شاء الله لان جماعه محترمين هم، اتفقت معاهم وان شاء الله احتمال نبدا في اقرب فرصه باذن الله. اروح اجيب لي حته لحمه عشان انا واقع من الجوع. السلام عليكم، كيف الحال؟ اخبارك انت؟ طبعا بقول الاسبوع الواحد مش هيفضل من الشغل، فتستغل الويك اند بتاعك زي كده، تجيب مشترياتك كلها وشغلاتك كلها عشان تكفيك الاسبوع كله اللي انت هتشتغله. لازم تحسبها صح. ولو ما عملتش لايك وشير اعمل لايك وشير، ولو ما عملتش سبسكرايب للقناه اعمل سبسكرايب للقناه، وما تنساش تعمل لايك للفيديو. جبنا اللحمه وراجعين البيت بعد الرحله الطويله دي او اللفه اللي انا لفيتها يعني، لان واقع من الجوع. اروح اتغدي واشوف هي وراي حاجه تانية ولا هي الدنيا، ولا نقفل الفلوج على كده وخلاص. ختامها مسك. ليه؟ عشان عملنا احلى اكل اخر الاسبوع. احنا بنعمل اكلني كل اسبوع زي كده عشان ما عندناش وقت، دوامنا 12 ساعه فما فيش وقت. فكل التحيه والتقدير لانجلا. يلا نشوفوا الاكل ونشوفوا حلاوه الاكل.